سلام البنات، من ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناة الياسمينة. جبت لكم اليوم معشوقة الجزائريين في شهر رمضان الفضيل، وهي قلب اللوز، الهريسة ولا الشامية، كل منطقة في الجزائر وكيفاش تسميها. جبتها لكم بطريقة سهلة، بلا حليب بلا لبن بلا ياغورت، طبيعي. جبتها لكم يعني وصفة أصلية اللي هي بالماء والماء زهر والزيت. هاد الوصفة غادي تعجبكم بزاف، كما راكم تشوفوا تجي خفيفة وهشيشة. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ما تنساوش تدونوا المقادير. بالنسبه لطريقه التحضير، الخطوه الاولى اللي نديروها دائما في قلب اللوز هي ان نوجدوا الشربات. نستحق هنايا الكاس اللي ندير به الشربات، هو اللي غادي نعبر به كامل المقادير. عندي هنايا 2 كيسان معمرين مليح كما راكم تشوفوا، تاع سكر عادي. تقابلهم 4 كيسان تاع ماء، يكون نورمال، يعني ما بارد ما حامي، ما يهمش. اذا كما راكم تشوفوا نبدا نعمر 4 كيسان. بعد ما كملت الكميه هنا نستحق ربع كاس تاع ماء الزهر. تقدروا ديروا ماء الزهر نورمال، ولا تقدروا ديروا ليكستري يليق يكون كاين. انا هنا ما كانش عندي، لكن يعطيكم واحد الغو ما شاء الله. وبالماء زهر تاني تجي مليحه، لكن يليق ليكستري تاني يعاونها. شوفوا هنايا بعد ما فرشت السميد، ويليق السميد يكون سميد الخشن، ديروا صبعكم بهذه الطريقه باش تشوفوا العلو، يعني لي بيسور تاع السميد نتاعكم يليق شويه يكون عالي، يكون عالي بواحد سنتيمتر. لا شتوه يعني مشي عالي بزاف، هنا يلقاكم تزيدوا كميه السميد. انا هنا بعد ما فرغت السميد وشت باللي يعني الارتفاع تاعه راه مليح، بديت نعبر. طاحت لي 4 كيسان تاع سميد بنفس الكاس اللي عبرنا به الشربات. بالنسبه للمول نتاعنا، المقياس تاعه 25 على 40 كما راكم تشوفوا. بصح هنا ماشي حاجه يعني اكزاكتومون يليق لكم ديروا 4 كيسان، ولا غادي نعطيكم استيس باش يعني كل بلا غادي تخدموا بالطريقه اللي غادي نعطيها لكم. بعد ما نكمل هاد الخطوات غادي نعطيكم لاستيس اللي قلت لكم عليها. شوفوا هنايا عندي نص كاس تاع زبده كما شفتوا ذوبتها، والنص اللي بقى نعمروه بالزيت ونخلوها تبرد شويه. انا هنا ما خليتهاش تبرد بزاف، رميتها كما راكم تشوفوا، ونبدا نخلط ليجيرمون، يعني ما تخلطوش يعني بالفور، لكم غير هكا بشويه بشويه، لانه السميد يتفاعل بالخف ويجينا يابس على بها. كاين اللي يعجنوه القلب اللوز تاعهم، كاين اللي يعجنوه على بها يجيهم يابس من بعد. شوفوا هنايا بعد ما نخلط مليح نروحوا للخطوه الثانيه. بالنسبه لاستيس اللي قلت لكم عليها، هي انكم اي سنيوه تكون عندكم عبروا بكاس، يعني اي كاس عندكم ديروا 4 كيسان تاع سميد خشن وديروا، ومن بعد حطوا اصبعكم. لا شفتوه يعني كان 1 سنتيمتر السميد، يعني الارتفاع تاعه 1 سنتيمتر، هنايا كملوا بهذاك الكاس اللي عبرتوا به، يعني على حسب الكاس تاعكم. اذا كان شويه صغير غادي يجيكم الارتفاع ما يجيكمش بزاف طالع، نتوما بدلوا الكاس حتى تتحصلوا على الارتفاع تاع السميد نتاعكم. هنايا زدت ملعقه كبيره تاع لافاني والملح، وخلطت المكونات ووخرت السميد بجهه. نروحوا هنايا للسكر. بالنسبه للسكر بنفس الكاس عبرت، درت 2 كيسان، لكن ماشي معمرين حتى الفوق، لانه انا ما نبغيش قلب اللوز تكون حلوه 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 بزاف، ما تقدوش تاكلوها. بون يليق ديروا 2 كيسان تاع السكر، ما يليقش يكون عامر حتى الفوق. وزدت هنايا نص كاس ماء الزهر ونص كاس ماء. ميكسيته لمدة 8 دقائق حتى ما تشوفوش كامل هذاك السكر كاع يذوب، لأن السكر كي ما يذوبش هو اللي يخلينا الشامية تاعنا ولا قلب اللوز من الفوق يدينا طبقة خشينة ويجينا يابس.
هذه هي ويدينا ديك التشققات. راني نعطيكم في النصائح، ونتمنى كي تجربوا هذه الوصفه جربوها بكل يعني النصائح تاعها باش تنجح لكم. وقبل ما نكمل الفيديو ما تنساش نتوما تاني تفرحوني وتنجحوا لي القناه تاعي بجيم لا فيديو واشتراك القناه لو كان كنتوا اول مره تدخلوا وتشوفوها. بعد ما خلطتها غير بشويه كما قلت لكم ما تعجنوهاش، درت لها بابي فيلم ولا ديروا لها سربيته كما تبغوا، خلوها لمده نص ساعه تريح. علاش هذيك نص ساعه تريح؟ باش هذوك لا كان باقي شويه سكر ولا كامل يذوب ويتفاعلوا المكونات مع بعض. عندي هاد السنيوه كما قلت لكم المقاسات تاعها 25 على 40 سنتيمتر. وهنايا بعد ما ريحت لي مليح الخليط تاعي نبدا نحط فيه على السنيوه بعد ما دهنتها زبده دائبه. لما عندك زبده دهنيها بالزيت ونبدا نحط فيها على السنيوه. بدو بالملعقه لكن حرزوا تضغطوا عليها، ما يليقش تضغطوا كامل على السميد لانه السميد كما نقولوا حنايا سنسيبل بالخف يتعجن، وكي يتعجن يدير لنا هذوك الكتل اللي من بعد يبسونا كي ندخلوهم للفرن. طبعا انا قبل ما ندير اي وصفه كما قلت لكم الفور يكون شاعل من قبل. نتمنى تكونوا فهمتوني على السنيوه اللي قلت لكم. اي سنيوه ما عندهاش مقياس محدد، عندكم 4 كيسان هما اللي تقيسوا بهم. اي فناجين ولا اي كيسان دي شوب تعبري بيه، يعني لكن ما عندكش هاد السنيوه ديري سنيوه دائريه، ديري 4 كيسان يكونوا عندك وحطي صبعك. لا شفتي الارتفاع يعني صبعك شويه درق يعني هنا عرفي باللي هذاك الكاس نجح معاك. لا شتي باللي الكاس اللي استعملتيه ودرتي كي درتي صبعك تغطى بزاف صبعك، هنا تعرفي باللي لا يليق لك تشوفي كاس اصغر. شوفي كاس اصغر وديري. يعني راني غير نعاودكم في هذه النصيحه لانه بها باش المقادير يخرجوا لكم سوا سوا. هنا بعد ما درتها بالكوبات من الفوق يعني غير بشويه كما شفتوا ما كنتش نضغط بزاف، وسرحت الفيديو باش تشوفوا الخطوات غير بشويه، وسووا السطح تاعها من الفوق باش يجوا على شكل مستوي وما يجيش الشكل تاعها من الفوق محبب. ديروا مربعات غير بشويه، ما توصلوش للسكين تاعكم حتى لتحت، يعني المهم ديروا كارويات تاع كل حبه باش تحطوا اللوز تاعكم. طبعا اللوز هنايا ما راه لا محمص لا والو لانه غادي يتحمص لنا في الفرن. بالنسبه للشربات تاعنا نسيت باش نقول لكم، انا الشربات كي حضرتها ديراكتومون حطيتها فوق النار، يعني نار نورمال متوسطه، لكن كي بدا يغلي نقصت للنار وخليتها 15 دقيقه على النار، ومن بعد طفوا عليها بعد ما تغلي. بعد ما يغلي حسبوا 15 دقيقه وطفوا عليها. شوفوا هنايا قلب اللوز تاعنا بعد ما راهو واجد خليته 10 دقائق فوق بلون دو طرافاي يحكم روحه مليح، ومن بعد ندخلوه للفرن نشعلوا عليه غير من تحت ما نشعلوش من الفوق. شوفوا هنايا بعد ما شعلت عليه من تحت نشوفوا هاد لي بوردور الحواف كما راكم تشوفوا راهم بداو يحمروا لي. كي تشوفوهم حماروا مليح طفوا عليهم من تحت ونشعلوا من الفوق. شوفوا هنا طفيت من تحت وشعلت من الفوق بدا يعطيني هذاك يعني هذيك الحموريه تاع قلب اللوز تاعنا. بالنسبه للشربات بعد ما فاتت 15 دقيقه وطفيت عليها غادي يليق قدنا طيح لنا 4 كيسان. كيما درنا 4 كيسان يليق تخرج لنا 4 كيسان. راني نعطيكم مقادير مضبوطه، لكن بحكم ان الماء يتبخر كي نديرو فوق النار باينه ملي ما غاديش تخرج لنا 4 كيسان كيما حطيناها. دونك انا هنا راني نحسب. اذا عندنا هاد الكاس الرابع. شوفوا هنا ما كمليش، شنديرو هنايا نزيدو نعمروه بالماء الزهر يليق 4 كيسان. كما شفتوا ما نعمروش بالماء، نكملوه بالماء الزهر.
خليت لكم هذاك الصوت باش تسمعوا كيفاش كنديروا الشربات على قلب اللوز تاعنا. تسمعوا هذاك الصوت، كي تسمعوا عرفوا باللي الطياب تاع الشرب تاع القلب اللوز تاعكم راه سوا. انا الغلطه الوحيده اللي درتها انه يعني استعجلت باش طيب لي بالخف، طلعتها الفوق شويه محرقت لي شتوها في الوسط. لكن نتوما حاولوا ما تستعجلوش عليها، ما ديروش كيفي في هاد النقطه، يعني خلوها طيب بغرضها. نتمنى ان شاء الله نكون لبيت لكم الطلب، جبت لكم وصفه بدون حليب وبدون البن اللي ما يبغوش يعني الحليب ومشتقاته. هذه الوصفه توالكم بالبزاف، وهي الوصفه الاصليه لقلب اللوز. ما تنساوش ديروا لي اشتراك القناه وتفعيل الجرس.